كلنا عارفين قصص الشياطين اللي بتسكن البشر، بس عمرك شفت شيطان هو اللي بيستدعي القسيس عشان يتحداه؟ القصة دي بتبدأ لما شيطان قديم ملك من ملوك الجحيم بيختار ولد صغير في أسبانيا، مش عشان يأذيه، لا، عشان يبعت بيه رسالة للفاتيكان ويقول لهم ابعتوا لي أقوى واحد عندكم. تعال شوف المعركة اللي مش بين الخير والشر بس، دي بين غرور الشيطان وذكاء الأب جابرييل. الفيلم بيبدأ بصوت الأب جابرييل أمورس، وده مش أي أب، ده كبير طاردي الأرواح الشريرة في الفاتيكان بنفسه. صوته بيحذرنا من البداية وبيقول لنا إن أكتر وقت الشيطان بيبقى مبسوط فيه وفرحان هو الوقت اللي إحنا بنسخر منه وبنقول لبعض إنه مش موجود أصلاً. التحذير ده بيحطنا في مود القصة على طول. في يونيو سنة 1987 في قرية اسمها تروبيا في إيطاليا، الأب جابرييل بيجيله استدعاء عاجل عشان حالة راجل بيقولوا إنه ملبوس بكيان شرير. لما بيوصل بيعرف معلومة غريبة جدا عن حالة الراجل ده، وإنه بيتكلم إنجليزي بطلاقة ومحدش قادر يوقفه، مع إن الراجل ده في حياته كلها معرفش ولا اتعلم كلمة إنجليزية واحدة. دي لوحدها علامة خض. الأب جابرييل بيدخل الأوضة عشان يشوف الراجل بنفسه ويقيم الموقف، وأول ما بيدخل الكيان اللي جوه الراجل بيعرف نفسه وبيقول له إنه الشيطان. الأب جابرييل بخبرته مش بيصدق أي حاجة تتقاله، فبيرد عليه بهدوء وتحدي: لو أنت شيطان بجد قول لي اسمك إيه، وليه اخترت الراجل الغلبان ده بالذات بدل ما تختار حد قوي ومهم؟ الشيطان بغروره بيرد ويقول إنه يقدر يلبس أي حد يعجبه. هنا بقى بتيجي حتة ذكاء الأب جابرييل، بيقول له: طب ما تورينا شطارتك وتلبس كائن تاني، إيه رأيك في الخنزير اللي هناك ده؟ وبعدين يستفزه أكتر ويقول له: شكلي كده مش هصدقك لو حتى ما عرفتش تلبس الخنزير الصغير ده. وبحركة الاستفزاز دي الشيطان بيقع في الفخ وبيتعصب وفعلا بيسيب جسم الراجل وبيدخل في جسم الخنزير. وأول ما ده بيحصل واحد من المساعدين بيضرب الخنزير طلقة واحدة، وبكده بينتهي الموقف كله في دقايق والراجل بيرجع لطبيعته وبيخف. اللقطة دي بتورينا إن الأب جابرييل مش بس راجل دين، ده راجل ذكي وبيعرف إزاي يتعامل مع الشر بخبث. بعد المشهد ده القصة بتنقلنا بعيد خالص لواحدة اسمها جوليا وبنتها إيمي وابنهم هنري. العيلة دي بتعزل من أمريكا وبتروح أسبانيا. إحنا بنعرف إنهم بيعملوا كده بعد مأساة كبيرة حصلت لهم من سنة، وهي موت جوز جوليا في حادثة عربية بشعة. هم رايحين أسبانيا عشان ورثوا دير قديم هناك. الدير ده كان ملك العيلة جوزها من أجيال وأجيال. خطة جوليا كانت بسيطة: تجدد الدير وتظبطه وتبيعه بسعر كويس وبعدين تاخد العيال وترجع أمريكا تاني. أول ما بيوصلوا بيستقبلهم كارلوس المقاول المسؤول عن التجديدات، والأب اسكيبل كاهن الكنيسة المحلية. ومن أول لحظة بتبدأ تحصل حاجات غريبة. هنري وهو بيلعب وبيستكشف القبو بتاع الدير بيلاقي فتحة غريبة في الحيطة، لما بيبص فيها بيلاقي وراها باب مقفول وعليه شعار الفاتيكان. والأغرب إن الباب ده بيبدأ يتشقق لوحده. في نفس الوقت جوليا بتدور على هنري، لكن إيمي البنت المراهقة اللي زي أي مراهقة مش طايقة نفسها ولا طايقة أمها مش بتهتم خالص بأخوها، وبتفضل متضايقة من قرار أمها إنهم يعزلوا لأسبانيا. نرجع تاني لإيطاليا. بعد شهر من الحادثة بتاعة الخنزير الأب جابرييل بيتم استدعائه على وش السرعة لروما عشان يقابل مجلس الأساقفة. المجلس ده وعلى رأسه كاردينال كانوا متضايقين جدا من الأب جابرييل. الكاردينال سوليفان بيهاجمه وبيقول له إزاي يعمل عملية طرد أرواح من غير إذن الأسقف. الأب جابرييل بمنتهى البرود بيرد ويقول له إنه ما عملش طرد أرواح بالمعنى الحرفي، كل اللي عمله كان مسرح نفسي عشان يساعد راجل مريض نفسيا. واحد من الأساقفة اسمه لومومبا بيدافع عن الأب جابرييل وبيشهد له، وبيقول إن الأب جابرييل بيحول 98% من الحالات اللي بتجيله لدكاترة نفسيين ومتخصصين، وإن الحالات اللي بيتعامل معاها بنفسه هي ال2% الباقيين اللي بيكونوا فعلا محتاجين طرد أرواح شريرة. لكن الكاردينال سوليفان مش بيقتنع وبيقول له إن أفكاره عن الشر دي قديمة وموضة راحت عليها، وبيبلغوا إن في توصية من مجمع العقيدة والإيمان بإنهم يلغوا منصب كبير طاردي الأرواح الشريرة خالص. الأب جابرييل بيتصدم وبيتنرفز من إن الكنيسة نفسها ما بقتش بتؤمن بوجود الشر، وبيسألهم لو كانوا متضايقين منه بسبب قصة بنت اسمها روزاريا فيلينديز كان كاتب عنها في مجلة. وفي الآخر بيقفل النقاش بجملة قوية: اللي عيني في المنصب ده هو الأسقف بتاعي، فلو أي حد فيكم عنده مشكلة معايا يروح يتكلم مع البابا مباشرة. في اليوم التاني في أسبانيا الأجواء بتزيد رعبا. واحد من العمال اللي شغالين في قبو بيت جوليا بيسمع صوت غريب طالع من نفس الفتحة اللي هنري اكتشفها، ولما بيولع شعلة عشان يشوف ايه اللي جوه
فجأة بتحصل فرقعة نار كبيرة كأنهم خبطوا في جيب غاز طبيعي تحت الأرض. الحادثة دي بتخوف كارلوس المقاول وبيقرر يوقف الشغل فورا لأنه شايف إن المكان فيه خطر على حياة العمال. في نفس الوقت الشروخ اللي على الباب اللي عليه شعار الفاتيكان بتزيد وبتوضح أكتر، والأسوأ من كل ده إن هنري بتبدأ تجيله تشنجات عنيفة. فجأة الولد بيقوم من السرير وبيبص لأمه بعيون غريبة وبيقول لها بصوت مش صوته: كلنا هنموت الليلة. وبعدين بيبدأ يخربش في وشه بطريقة وحشية. بيجروا بيه على المستشفى، وهناك جوليا بتتلقى صدمة تانية. الدكتور بيقول لها إن كل التحاليل والفحوصات بتاعته سليمة وما فيهوش أي مرض جسدي، وإن حالته دي ممكن تكون بسبب صدمة نفسية. جوليا بتحكي له إن هنري كان مع أبوه في العربية ليلة الحادثة اللي مات فيها، ومن اليوم المشؤوم ده هنري مبطل كلام خالص. الدكاترة مش بيلاقوا أي حل غير إنهم يكتبوا له على مهدئ عشان جوليا تديهوله لو حاول يأذي نفسه تاني. بالليل الرعب بيوصل لذروته. إيمي بتقوم عشان تجيب تلج من المطبخ، وفجأة النور بيقطع في البيت كله. في عز الضلمة هنري بيقوم من سريره. إيمي بتروح تشوف مفتاح الكهرباء الرئيسي، وجوليا بتروح تطمن على هنري، فاكراه خايف من الضلمة. لكن اللي بيحصل بيبقى صدمة عمرها. هنري بيمسك صدرها وبيقول لها بصوت مرعب: أنا جعان، عايز أرضع. جوليا بتتنفض من الخوف وبتلمح كلمة هيت يعني كراهية محفورة على بطن هنري. وبعدين الولد بيؤمرها ويقول لها هاتيلي القسيس. الأب إسكيبيل بيوصل على طول، لكن أول ما بيدخل الأوضة الشيطان اللي جوه هنري بيصرخ وبيطرده بره وبيقول له أنت مش القسيس اللي أنا عايزه. في الوقت ده في الفاتيكان الأب جابرييل بيقابل البابا بنفسه. البابا بيشكره على شغله وبيقول له إن الكاردينال سوليفان والشباب الصغير ما بقوش بيؤمنوا بالشيطان، وبعدين بيكلفوا بمهمة جديدة: حالة هنري في دير سان سيباستيان في أسبانيا. البابا بيقول له إنه حاسس بشر عظيم جاي من هناك، وإن الدير ده بالذات عمل مشاكل للكنيسة زمان. الأب جابرييل ما بينتظرش لحظة وبياخد توجيهاته من البابا وبيطير على أسبانيا فورا عشان يساعد هنري. لما بيوصل بيقابله الأب إسكيبيل اللي بيرحب بيه وبيقول له إنه قرأ كل مقالاته. بيعرفوا على جوليا اللي بتكون مترددة شوية إنها تدخل الكنيسة في الموضوع، لكن في النهاية بتوافق وبتدي الأب جابرييل الإذن إنه يدخل أوضة هنري. أول ما الأب جابرييل بيبدأ يصلي هنري بيقوم فجأة وبيقول له بسخرية إن صلواته دي ملهاش أي لازمة جوه الجدران دي. الأب جابرييل بيستخدم ميدالية مقدسة، وبمجرد ما بيقربها من الولد عيون الشيطان بتنفصل عن عيون هنري للحظات. الأب جابرييل بيستغل الفرصة دي وبيبدأ يستجوب الشيطان، بيسأله عن اسمه وعن سبب وجوده هنا. الشيطان بيرد عليه وبيقول له إنه عارف كل حاجة عن روح الأب جابرييل وعارف كل خطية عملها في حياته. الأب جابرييل بيتحداه بيقول له قول اسمك لو ما كنتش خايف مني. الشيطان بيرد بسخرية: أنا مش من النوع الأهبل اللي يدخل في جسم خنزير. وهنا الشيطان بيلعب على أوتار الماضي وبينادي الأب جابرييل باسمه وبيفكره بأكبر كوابيسه لما كان جندي في الحرب العالمية التانية. بنشوف فلاش باك سريع بيبين إن كل زمايل جابرييل في الجيش ماتوا في معركة، وهو بدل ما يحارب رمى نفسه وسط الجثث وعمل نفسه ميت زي الجبناء. الرعب بيزيد أكتر لما طائر أحمر ميت بيخرج من بق هنري. هنا الأب جابرييل بيتخض بجد وبيعرف إنه بيواجه شيطان أقوى وأخطر من أي حاجة قابلها قبل كده. بعد ما بيطلع بيكلم الأب إسكيبيل وجوليا وبيحاول يفهم ليه شيطان قوي زي ده اختار هنري بالذات. لما بيعرف قصة الصدمة النفسية اللي مر بيها الولد بيفهم إن الشيطان استغل ضعفه ومعاناته عشان يتسلل جواه، لأن الأرواح اللي بتعاني بتبقى يائسة ومحتاجة أي اتصال. في وسط كلامهم إيمي بتسمع أصوات غريبة بره وبتطلع تشوف مين، فاكرة إنه ممكن يكون هنري. وفجأة بيجي لها تليفون والمتصل هو أبوها الميت. بيقول لها في التليفون كلكم هتموتوا الليلة. البنت بتترعب وبتجري على أمها تحكي لها. وهنا الأب جابرييل بيتأكد إن الشيطان ده عنده قدرة يوصل لماضيهم ويستخدمه ضدهم. بيقرر فورا إنه لازم يرجع يواجه الشيطان تاني عشان يعرف اسمه، لأن معرفة اسم الشيطان بتضعف قوته وبتسهل طرده. بيقول الأب إسكيتيل لازم تروح تعترف بخطاياك فورا، لأن الشيطان هيستخدم أي خطية مش معترف بيها ضدك. ولما بيعرف إنه إسكيبيل بقاله 8 شهور ما اعترفش بيصلي له بسرعة عشان ربنا يغفر له كل خطاياه بدل ما يسمعها واحدة واحدة. بيوجهه إنه دوره في المواجهة الجاية هيكون إنه يفضل يصلي طول الوقت وما يردش على أي استفزاز من الشيطان. أثناء المواجهة التانية الشيطان بيقاوم بعنف وبيسبب لهنري تشنجات تانية والنور بيقطع. الأب جابرييل بيولع ولعته عشان ينور، وهنا بيشوف مشهد مرعب. بيشوف روح روزاريا البنت اللي كتب عنها في المجلة. البنت بتتهمه إنه تخلى عنها وسابها تموت مع إنه كان يقدر ينقذها. الشيطان بيوجه كلامه للأب إسكيبيل وبيفضحه وبيفضح خطيته مع واحدة اسمها أديلا. بيقول له إزاي عيلتها
كانت بتحترمه، وهو خان ثقتهم ونام مع بنتهم بالرغم إنه كاهن. الأب إسكيبيل بيفقد أعصابه وبيحاول يخنق هنري، لكن الأب جابرييل بيمنعه وبياخده بره الأوضة. الشيطان بيضحك وهو بيقول له لقد ابتلعت الطعم. بره الأوضة الأب إسكيبيل بينهار من العياط وبيحكي لجابرييل إنه أديلا كانت عايزاه يسيب الكهنوت عشانها، بس هو ما كانش ناوي يعمل كده فاضطر يكذب عليها. الأب جابرييل بيصلي له عشان ربنا يغفر له كل خطاياه بدل ما يسمعها واحدة واحدة. هنا الأب جابرييل بيفتكر كلمة الشيطان لقد ابتلعت الطعم، وبيفهم في لحظة إن الشيطان ده بيخطط لحاجة أكبر بكتير من مجرد إنه يلبس ولد صغير. بيسيب إسكيبيل يحرس باب أوضة هنري وبيجري على الجنينة عشان يتأكد من حاجة كان لمحها قبل كده، وهناك بيكتشف إن في ختم الفاتيكان متغطي بالأسمنت على الأرض. بيفتكر تحذير البابا إن الدير ده عمل مشاكل للكنيسة قبل كده. أول ما بيشيل الغطا الأسمنتي قوة الشيطان بتزيد بشكل مرعب جوه البيت. الصليب في أوضة جوليا بيتقلب وبيهاجمها كيان شرير بيحاول يسحبها لتحت السرير. إيمي بتترمي بعنف على الحيطة وبتجري تستخبى في دولابها. الأب إسكيبيل بيسمع صوت هنري بيستنجد فبيدخل عشان يساعده، لكن أول ما بيقرب هنري بيصحى وبيعضه في ودنه بيقول له محدش فيكو هيخرج من هنا عايش. في نفس الوقت الأب جابرييل بيلاقي إن تحت الختم فيه بير عميق، بيرمي ورقة مولعة جوه عشان يشوف آخره، لكن بيحصل انفجار ضخم. بقدرة صلواته الأب جابرييل بينجح إنه يطرد الشيطان بشكل مؤقت وينقذ الكل في اللحظة الأخيرة. بعد كده بينقلوا العيلة للكنيسة لأن بيتهم ما بقاش آمن. بيرجع جابرييل هو وإسكيبيل للبير، وهناك بيكتشفوا ختم المحاكم التفتيش الأسبانية، وده فصل أسود في تاريخ الكنيسة كانوا بيعذبوا ويقتلوا فيه أي حد يرفض يغير ديانته. عشان يكشفوا باقي الأسرار بينزلوا القبو تاني وبيكسروا الحيطة اللي ورا الفتحة اللي لقاها هنري. بيكتشفوا وراها مقبرة سرية تحت الأرض، أو زي ما بيسميها جابرييل نفق الخطيئة. في نص المقبرة دي بيلاقوا قفص حديد جواه هيكل عظمي. الهيكل ده كان لكاردينال كان آخر حامي للكنيسة في المكان ده. جابرييل بيفهم إن القفص ده ما كانش عشان يحبسه، ده كان عشان يحميه، ودي كانت الطريقة اللي بيعملوها لما طرد الأرواح يفشل. كانوا بيحبسوا الشخص الملبوس عشان يدفنوا السر ده للأبد. في روما البابا هو بيبحث أكتر في ملفات دير سان سيباستيان بيلاقي رسالة قديمة جوه كتاب. الرسالة دي كانت من الكاردينال الحامي ده، وبيحكي فيها عن وجود شر قوي جدا مسيطر على الدير، وإن كل محاولات طرد الأرواح فشلت، وإن في شيطان قوي استولى على المكان. البابا بيخاف على حياة الأب جابرييل، ومن كتر القلق بتجيله جلطة في القلب وبيدخل المستشفى. لما بيفوق بيحاول يحذر المطران لومومبا عشان يبلغ جابرييل، لكنه ما بيقدرش يتكلم وبيرجع دم على الكاردينال سوليفان. نرجع للمقبرة. الكاهنين بيلاقوا باب مقفول في آخر النفق. الأب جابرييل بيكتشف إن المفتاح مستخبي جوه بطن الهيكل العظمي بتاع الكاردينال. بيفتحوا الباب وبيكملوا لجوه، والريحة بتبقى كلها غاز وكبريت، لدرجة إن جابرييل بيقول إحنا قربنا قوي من الجحيم. بيوصلوا في الآخر لهيكل عظمي تاني، وده كان لواحد اسمه أوهادا، واحد من أعظم طارد الأرواح في التاريخ. جنبه بيلاقوا مذكراته وبيقروا فيها قصته المأساوية سنة 1475. بيكتشفوا الصدمة الكبرى. الشيطان اللي لابس هنري دلوقتي كان بيلبس ناس من قرون، ومن ضمنهم أوهادا نفسه. بيفهموا إن كل اللي حصل من وقتها كان من تخطيط الشيطان. الفاتيكان عارف الحقيقة دي، لكن قرر يدفنها ويخبيها عن العالم. الشيطان ده كان مسجون في العالم السفلي ومعاه 200 من أعوانه من الملائكة الساقطة. جابرييل بيلاقي خريطة جوه المذكرات وبيكتشف إن دير سان سيباستيان هو واحد من 200 موقع على الأرض مدفون فيهم الملائكة الساقطة دول. الشيطان اللي لبس أوهادا نفسه كان عايز يعرف أماكنهم كلهم عشان يعمل جيش ويدمر الكنيسة. الأب إسكيبيل بيستنتج إن أعمال التجديدات اللي كانوا بيعملوها هي اللي حرارة الشيطان ده بالغلط. وسط الاكتشافات المرعبة دي جوليا بتصحى في الكنيسة وبتلاقي إيمي مش جنبها، فبترجع البيت تدور عليها. بتلاقيها قاعدة مع هنري في أوضته، والاتنين بيقولوا لها إن هنري بقى كويس. لكن لما جوليا بتحاول تاخد إيمي الشيطان بيرميها على الحيطة بعنف، وبياخد جسم إيمي تحت سيطرته وبيلوي رقبتها بطريقة مرعبة. في نفس اللحظة دي الكاهنين أخيرا بيعرفوا اسم الشيطان، أسموديوس، وأول ما بينطقوا اسمه الشيطان بيصرخ صرخة مدوية، وصحة البابا بتتدهور أكتر. بينجحوا إنهم يدوا هنري مهدئ. الأب إسكيبيل بيقول إن الشيطان ده بيتغذى على طريد الأرواح. الشيطان عمل حاجات شريرة من خلال أوهادا زمان، وعايز يكرر نفس السيناريو عن طريق إنه يلبس طارد الأرواح بتاع البابا اللي هو الأب جابرييل. لكن دلوقتي هم عرفوا اسمه، ودي أهم معلومة عشان يهزموه.
الأب جابرييل بيقرر يعترف بخطاياه تاني، بيحكي إنه في الحرب بقى متمرد وأصحابه كتير ماتوا برصاص الألمان وهو الوحيد اللي نجا، وده خلاه حس إنه لازم يعمل حاجة ليها معنى بحياته اللي ربنا وهبها له، فكرس نفسه لخدمة ربنا. لكنه بيعترف إنه ندمان إنه فشل في حماية روزاريا، البنت اللي طلبت مساعدته لأنها كانت بتتعرض لاعتداءات جنسية. هي ما كانتش ملبوسة، كانت مضطربة نفسيا، لكنه بغروره وقتها حول قضيتها لحد تاني، فالبنت انتحرت قدامه. بعد موتها سمع إشاعات عن الاعتداءات دي وإن الفاتيكان تكتم على الموضوع، عشان كده هو لسه ندمان إنه ما ساعدهاش. بعد ما يطهروا أرواحهم، الكاهنين بيرجعوا للدير، بيتجمعوا كلهم وبيصلوا مع بعض قبل ما يبدأوا طقوس طرد الأرواح النهائية. وش هنري بيكون اتشوه تماما من تأثير الشيطان. بيبدأوا الصلاة وجابرييل بينادي على الشيطان باسمه أسموديوس عشان يضعفه. أسموديوس بيوريهم هما الاتنين رؤى من خطاياهم تاني، لكنهم بيكملوا صلاة. وفجأة الشيطان بياخد السيطرة على إيمي وبيخليها تهجم على أمها بوحشية، وبعدين بيحاول يخنق الأب إسكيبيل. هنا الأب جابرييل بياخد القرار المصيري، بيضحي بنفسه وبيطلب من الشيطان انه يسيبه هو ويسيب العيلة ويدخل في جسمه هو. وفعلا أسموديوس بيسيب الولد والبنت وبيدخل جسم الأب جابرييل. في نفس اللحظة البابا في المستشفى بيحس بتضحية جابرييل، والكاردينال سوليفان بيشوف الصليب في الكنيسة بينزل دم وبيحس بألم فظيع في راسه. هنري وإيمي بيرجعوا لطبيعتهم، والأب جابرييل وهو لسه مسيطر على نفسه بيقول لإيمي وإسكيبيل ياخدوا العيلة ويهربوا. بعد ما الكل بيمشي، جابرييل بيبقى لوحده مع أسموديوس اللي بيبدأ يسيطر عليه بالكامل. عيونه بتسود وبيحاول ينتحر عشان يمنع الشيطان يستخدم جسمه في الشر، لكنه مش بيقدر. بيقرر إنه ينزل للمقبرة عشان يولع في نفسه بالغاز اللي تحت الأرض، لكن قبل ما يعمل كده الشيطان بيتجسد قدامه وبيهجم عليه. الأب إسكيبيل بيرجع في اللحظة دي وبيلاقي الأب جابرييل ملبوس تماما، لكنه مش بييأس. بيبدأ يصلي وبصوت عالي بيطلب من جابرييل يصلي معاه. قوة إيمانهم مع بعض بتأثر على الشيطان وبيبدأ يفقد سيطرته على الاسم جابرييل، لكنه بيفضل يطاردهم بأشباح خطاياهم. الأب إسكيبيل بيواجه شبح أديلا بميدالية مقدسة، والأب جابرييل بيستخدم الصليب ضد شبح روزاريا وبيرموا الشيطان في بير المية، وهما الاتنين بيبدأوا يقروا الطقوس النهائية، وبكده بينهوا شر أسموديوس للأبد. في النهاية بعد معركتهم الشجاعة، الأب جابرييل والأب إسكيبيل بيرجعوا الفاتيكان وبيستقبلهم البابا اللي صحته اتحسنت وبيشكرهم على انتصارهم على الشر. بيعرفوا إنه الكاردينال سوليفان أخد أجازة مفتوحة وراح جزيرة بعيدة. المطران لومومبا هو اللي بيبقى مسؤول عنهم دلوقتي. الفاتيكان بيشتري الدير بتاع عيلة جوليا وبيطهره، أما العيلة فرجعت أمريكا بسلام، وهنري رجع ولد طبيعي تماما. صحيح إن أسموديوس اتهزم، لكن المهمة لسه ما خلصتش. لسه في 199 موقع تاني لازم يلاقوهم ويطهروا الأرض منهم. الأب جابرييل والأب إسكيبيل بيقبلوا المهمة الجديدة بكل شجاعة وإيمان. والفيلم بيختم بملحوظة مهمة، إن القصة دي صحيح خيالية، لكن شخصية الأب جابرييل أمورث كانت شخصية حقيقية، كرس حياته كلها لمساعدة الناس المتألمين، وفضل في خدمته لحد ما توفى في روما سنة 2016، وساب وراه إرث كبير من الإيمان والرحمة. وبكده بتخلص الحكاية المرعبة دي. تقييم فيلم The Pope's Exorcist. أول سؤال بيجي في بالك وانت بتتفرج على فيلم زي ده مكتوب عليه مستوحى من الملفات الحقيقية هو: هل الهري ده كله حصل بجد؟ والإجابة المختصرة اللي هتحدد رأيك في الفيلم كله هي لأ. بس إزاي بقى؟ الشخصية نفسها الأب جابرييل أمورث ده شخص حقيقي 100%، وكان فعلا كبير طاردي الأرواح في الفاتيكان وله كتب وملفات بالهبل. لكن القصة اللي في الفيلم نفسها بتاعت الولد الإسباني وعيلته ومؤامرة الفاتيكان القديمة هي قصة خيالية تماما ومكتوبة مخصوص عشان تبقى فيلم أكشن ورعب مسلي. لما تفهم النقطة دي هتعرف تقيم الفيلم صح. الحاجات الحلوة أداء راسل كرو الأسطوري. بصراحة راسل كرو هو الفيلم والفيلم هو راسل كرو. أداؤه هو اللي خلى الفيلم كله ليه طعم. هو عارف يمسك روح الشخصية الحقيقية ويعمل لنا طارد أرواح بكاريزما جبارة، دمه خفيف، بيرمي إفيهات وهو بيحارب الشياطين، وتحسه إنه بطل أكشن مش مجرد قسيس. من غيره كان الفيلم هيبقى مجرد فيلم رعب درجة تانية، كسر روتين أفلام الرعب. الفيلم مش ماشي على نفس الخط بتاع أفلام المس الشيطاني التقليدية زي The Exorcist أو The Conjuring. هو واخد الموضوع في سكة تانية فيها أكشن أكتر وغموض أشبه بأفلام
دان براون زي شفرة دافنشي، وده كان تغيير منعش ومطلوب. الإنتاج والمؤثرات البصرية، شكل الفيلم حلو ومتعوب عليه. الأجواء في الدير القديم في أسبانيا معمولة حلو جدا، والمؤثرات البصرية وقت ظهور الشيطان كانت كويسة ومش رخيصة، خصوصا في نص الفيلم، وده بيساعدك تدخل في مود القصة. عامل التسلية، الفيلم سريع وما فيهوش لحظة ملل، الأحداث بتتحرك بسرعة من مشهد للتاني، والمزج بين الرعب والأكشن والكوميديا الخفيفة بيخليك مشدود طول الوقت وعايز تعرف إيه اللي هيحصل. نقط الضعف، الحاجات اللي ما كانتش قد كده، مش مرعب قوي. لو أنت من عشاق الرعب التقيل اللي بيخض بجد، الفيلم ده ممكن يحبطك. هو بيعتمد بشكل كبير على الجامب سكيرز، الخضات المفاجأة المتوقعة، وما فيهوش رعب نفسي عميق أو جو من التوتر المستمر اللي بيخنقك. الرعب فيه سطحي شوية، القصة فيها كليشيهات. قصة المؤامرة القديمة اللي الفاتيكان مخبيها شفناها كتير قبل كده، وبالرغم من إن تنفيذها كان مسلي إلا إنها مش فكرة جديدة أو عبقرية. كمان الشخصيات التانية، العيلة والقسيس المساعد، سطحية جدا، وجودهم كان بس عشان يخدموا قصة البطل الأساسي. النهاية المبالغ فيها، آخر ربع ساعة في الفيلم دخلت في سكة أفلام الأبطال الخارقين السوبر هيروز أكتر من اللازم. كمية المؤثرات البصرية زادت قوي لدرجة إنها قللت من التوتر والرعب، وحولت المعركة النهائية لمشهد أكشن أكتر منه مواجهة مرعبة بين قسيس وشيطان. طيب الفيلم ده لمين؟ هيعجبك جدا لو بتحب أفلام الرعب الخفيفة والمسلية، لو بتحب راسل كرو وعايز تشوفه في دور مختلف، لو بتحب أفلام المغامرات والأسرار اللي فيها لمسة رعب. ممكن ما يعجبكش لو أنت من جمهور الرعب الصريح اللي عايز فيلم يخض بجد، لو بتدور على قصة عميقة ومعقدة، أو لو ما بتحبش الأفلام اللي بتخلط الرعب بالكوميديا والأكشن. الخلاصة والتقييم النهائي، بعد ما عرفنا إنه فيلم مستوحى من شخصية حقيقية لكنه بيحكي قصة خيالية، نقدر نقول إنه The Pope's Exorcist نجح جدا في اللي هو عايز يعمله، إنه يكون فيلم بوب كورن ممتع ومسلي من الدرجة الأولى، شايله على كتفه نجم تقيل زي راسل كرو. هو مش فيلم رعب عظيم، لكنه بالتأكيد فيلم ممتع جدا يستاهل المشاهدة لو عايز تتسلى. التقييم 7/10. السبعة دي معظمها رايحة لأداء راسل كرو الكاريزمي والمتعة العامة اللي بيقدمها الفيلم. هو مش تحفة فنية، بس بالتأكيد فيلم يستاهل المشاهدة لو عايز تتسلى. وبكده نكون خلصنا حكاية الأب جابرييل أمورثيف والشيطان أسموديوس. بس لحظة واحدة، أنا شايفة إن في شيطان تاني صغير كده مستخبي، شيطان السكرول والتطنيش اللي ملبوس جوه صبعك وبيقولك اقلب الفيديو اللي بعده بسرعة. فأسمح لي بقى بصفتي خبير الأرواح الشريرة بتاعة القناة أقولك إزاي نعمله عملية طرد أرواح سريعة. أولاً، زرار اللايك ده شايفه أوقات بيبقى مسكون، محتاج بس خبطة منك عشان الروح الشريرة اللي جواه تطيره. ثانياً، انزل تحت في الكومنتات وقول لي اسمك ايه، قصدي قول رأيك ايه في الفيلم عشان أعرف بس أنا بتكلم مع مين. وأخيراً، الزرار الأحمر بتاع السبسكرايب ده بقى الطقس الأخير اللي لو عملته هتحبسني عندك في القناة للأبد ومش هتعرف تخلص مني، وهفضل أظهر لك كل شوية بملخص جديد. يلا اعمل الطقوس دي بسرعة قبل ما أسموديوس نفسه يعمل لك unsubscribe من الحياة. سلام.